السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد وقضية جديدة. وكيف ما العادة، اي واحد شافني كنستاهل الدعم ما ينساش يدير لينا لايك واشتراك باش يبقى يوصلو كل جديد. ونبداو على بركة الله. القضية ديال اليوم غادي تدينا لمدينة الناظور، وتحديدا في 2003. واحد السيد واللي كان سميتو رشيد، وعنده 65 عام. من مورا ما شد التقاعد ديالو، قرر هو ومراتو يبعدوا على صداع ديال المدينة ويشري شي فيرما في النواحي ديال الناظور. من بعد ما دازت مدة وهو كيقلب، لقى واحد الفيرما محطوطة للبيع ومبنية فيها واحد الدار كبيرة. تفاهم مع مولاها وشراها من عنده، ولكن سي رشيد ما مشاش سكن فيها ديك الساعات. اتفق مع مرتو يصلحوها وديك الساعات غادي يمشيو يسكنوا فيها. وغي كملت المده ديال 9 شهور، رشيد غادي يرحل هو ومرتو لديك الدار الجديده. ايوا يا سيادنا، من بعد ما استقروا في ديك الدار بداو كيفكروا يبنيو شي دار صغيره في الجرده، على اساس الا جاو ولادو من على برا، حيت وليداتو كاملين ساكنين على برا. وفي نفس الوقت الا جاو الضياف يرقاو فين يرتاحوا وياخدوا راحتهم. فعلا داكشي اللي كان. غادي يتفقوا مع واحد الشركه واللي كانت مكلفه بالبناء ديال الديور باش يبنيو ليهم الدار. ولكن الحاجه الغريبه اللي وقعت للمعلمين ملي بداو كيحفروا الساس، كيتفاجئوا ببزاف ديال العظومه. في الاول قالوا ربما هاد الفيرما كان مولاها عنده الغنم والبقر بزاف وماتوا ليه ودفنهم في هاد الارض. ولكن من كملوا الحفير هادشي كامل غيطلع لهم في الزيرو، خصوصا من غادي يبانوا لهم جماجم بشريه. وهنا تاكدوا باللي هاد الهياكل العظميه بشريه. ديك الساعات غادي يحبسوا من الحفير وغادي يتصلوا بمول الدار واللي هو رشيد، وغادي يعلموه حتى الدرك. غير وصل رشيد وشاف داك المنظر تاكد باللي هاد العظام عظام بشريه. السيد صدم وما عرف راسو باش تبلى، وخصوصا على انه ماشي بزاف باش شرا هاد الفيرما. وغادي يصدق متورط في واحد المشكل اللي هو كبير. الدرك ملي جاو من البلاغ توجهوا على وجه السرعه لعين المكان باش يتاكدوا بنفسهم. وفعلا ملي وصلوا لقاو قدامهم بزاف ديال الهياكل العظميه. هنا الدرك غادي يعلموا النيابه العامه وحتى الشرطه العلميه واللي جاو حتى هما لعين المكان. فهنا كان تقريبا اكثر من 30 جمجمه، وغادي يجمعوا هاد الجماجم والعظام البشريه المستودع الاموات باش يشوفهم طبيب الشرعي ويحدد الجنس والعمر ديالهم وشحال ديال الوقت باش ماتوا. وهنا الدرك الملكي بقاو كيحقوا مع رشيد لان الفيرما ديالو وتم طلقات هاد الهياكل، وحقوا حتى مع الناس اللي ساكنين في هذيك المنطقه. ولكن الدرك الشك الاكبر كان متجه لرشيد واللي هو بطبيعه الحال مول الفيرما، وخصوصا على ان هاد القضيه فيها بزاف ديال التفاصيل ومعقده. داكشي علاش هاد الملف غادي يتعطى للفرقه الوطنيه، بحكم ان هاد القضيه كبيره بزاف بالنسبه للدرك. وداكشي اللي كان بدات الفرقه الوطنيه بالبحث ديالها، وحتى هما مشاو لهاديك الفيرما باش يديروا المعاينه ديالهم. واول وحدين بداو معاهم هما البنايه اللي كانوا كيحفروا في ديك الارض. وهاد البنايه غادي يعاودوا لهم نفس الهضره اللي قالوا نهار الاول. بدينا في الخدمه ما بان لينا والو، حتى نهار الثاني منين بدينا كنحفروا ديك الساعات بداو كيبانوا لينا العظومه مدفونين تماك. في الاول كيسحاب لينا غير غنم، ولكن منين كملنا الحفير هنا بداو كيطلعوا لينا جماجم بشريه. ديك الساعات علمنا مول الدار بهذا الشيء، وعلمنا حتى الدرك الملكي. وفي هاد الوقيته هادي البوليس كانوا كيشكوا غير في رشيد. اول حاجه حيت الفيرما ديالو، وهنا البوليس غادي يتهموه باللي هو اللي ارتكب هاد الجرائم. البوليس قالوا لي قول لينا شنو السبب اللي خلاك ترتكب هاد الجرائم، وكيفاش حتى قتلتيهم ودفنتيهم في هاد الارض ديالك. وهنا رشيد كان غير مصدوم من هادشي اللي كيسمع وهاد الاتهامات اللي موجهه ليه، وغي كيفكر كيفاش غادي يخرج راسو من هاد المشكل اللي طاح فيه. السيد كانت نيته يشري الفيرما ويهرب من الصداع ديال المدينه ويرتاح هو ومرته، حتى غادي يلقى راسو متهم بأبشع جريمة واللي ما طحتلوش على البال. رشيد هنا قال لهم على أنه ما عنده حتى شي علاقة بهادشي، وعلى أنه مؤخرا باش شرا هاد الفيرما من عند واحد السيد، وتقريبا هادي 10 شهور باش شرا هاد الفيرما من عنده.
هادشي اللي لقيتو ما عندي بيه حتى شي علاقة، لا من القريب ولا من البعيد. ولكن هنا البوليس بقاو معتقلين رشيد، ولحد الساعة باقي ما خرجش تقرير الطبيب الشرعي. فهنا رشيد كيبقى المشتبه الرئيسي في هاد القضية، لأن الفيرما كانت بسميتو. وهنا أخيرا غادي يخرج تقرير الطبيب الشرعي، واللي كيقول على أن هاد الهياكل العظمية كتخص 34 ضحية، والأغلبية فيهم كانوا بنات، والسن ديالهم كيتراوح ما بين 9 سنوات حتى ل15 عام. وحاجة أخرى ذكرها الطبيب الشرعي على أن الضحايا كاملين تدفنوا في ديك البلاصة بلا أعضاء، يعني بدون أعضاء داخلية. يعني هاد الأشخاص اللي قتلوهم حيدوا ليهم الأعضاء ديالهم كاملة عاد دفنوهم، وخلاهم يتأكدوا باللي اللي ارتكب هاد الجرائم ما هما إلا عصابة كيتاجروا في الأعضاء ديال البشر. ومعلومة اللي مهمة واللي ذكر الطبيب الشرعي وكانت السبب في البراءة ديال رشيد، هي منين عرفوا آخر ضحية اللي تدفنات، واللي كانت قبل 6 سنين. يعني مستحيل يكون هاد السيد هو اللي ارتكب هاد الجريمة البشعة في حق هاد الأطفال. وهنا غادي يقلبوا على مول الفيرما الأول اللي باع لرشيد هاد الفيرما، واللي كان سميتو حمد. وباش يعرفوا العنوان ديالو رجعوا كيقلبوا في العنوان اللي دار في العقد ديال البيع اللي دار مع رشيد. ولكن هنا ملي مشاو لهداك العنوان لقاوه مدة باش رحل من ديك الدار، وديك الساعة مشاو كيسولوا عليه الجيران. وهنا واحد السيدة واللي كانت تسكن حداه غادي تقول البوليس باللي حمد ومرتو فاش كانوا راحلين جات عندي مرتو وسلمت عليا وقالت لي باللي غادي يمشيو يسكنوا في تاونات. بوليس هنا غادي يتواصلوا مع الدرك ديال هذيك المنطقة باش يقلبوا على حمد ومراته ويعتقلوهم في أقرب وقت. وفعلا ما دازش بزاف ديال الوقت حتى كانوا الدرك الملكي اعتقلوه. وهنا حمد طريق كاملة وهو مخلوع وما عارفش فين غادي وغير كيسول، إلا أن الدرك الملكي ما كانوش كيجاوبوه نهائيا. غير وصل المقر ديال البوليس غادي يبداو يحقوا معاه، وأول سؤال غادي يطرحوا عليه هو من إمتى وانت ساكن في هاد الفيرما؟ غادي يقول لهم على أنه ساكن فيها من 1987. رجعوا سولو وقالوا لي من عند ما شريتي هاد الفيرما؟ غادي يقول لهم على أن هاد الفيرما كان ساكن فيها الأب ديالو ومنين توفى ورثها عليه. وهنا رجعوا قالوا لي واش مزوج وواش عندك شي وليدات؟ هنا أحمد غادي يقول لهم مزوج، ولكن مرزقنيش الله بالذرية، ولحد الساعة عايش غير أنا ومرتي بوحنا في الدار. ولكن منين سولوا على مراته قال لهم على أنها حاليا هي في فرنسا وكتدوز العطلة ديالها. واخا سيدي البوليس هنا بداو كيسولوه على الجثث اللي لقاو في الفيرما. حمد غير سمع هاد الهضره ما عرف راسو باش تبلى وقال لهم هادشي اللي كتقولوا ليا فيه انا ما عارف عليه حتى شي حاجه، سولوا السيد اللي شرا من عندي الفيرما. وهنا السي حمد كان كيهضر وهو تايق في راسو مزيان ومتاكد من الهضره اللي كيقول. داكشي علاش قرروا يواجهوه بالتقرير الطبيب الشرعي، واللي ميمكنش رشيد يكون هو اللي قتل هاد الأطفال، حيت آخر ضحية تدفنات هادي 6 سنين، والسيد يلا شرا من عنده الفيرما هادي 10 شهور. منين شاف راسو بدا كيحصل وبداو كيزيروا معاه، بدا كيدخل ويخرج في الهضره. البوليس طلبوا منه يتصل بمراته ويقول لها على انه مريض وخاصها تجي المغرب، حيت هاد الهضره ديال انها مشات دوز العطله ديالها في فرنسا ما دخلاتش البوليس لراسهم. في الاول احمد يرفض انه يتصل بمرته وعلى انها ما خاصوش يبرزتها، والسيده مشات دوز العطله ديالها ما كاين لاش يجيبها من فرنسا حتى لهنا على والو، لانه هو متاكد باللي هو ما دار حتى شي حاجه. وهداك الشي علاش ما عنده علاش يجيبها من فرنسا وهو ما داير حتى شي حاجه. ولكن البوليس من بعد ما ضغطوا عليه غادي يتصل بها وغيطلب منها ترجع في اقرب وقت ممكن للمغرب. وفي نفس الوقت هنا الفرقه الوطنيه كانوا كيتصنتوا على المكالمه اللي دارت بيناتهم. مراته غادي تقول لي على انه مازال ما سالش الخدمه ديالها في فرنسا، ولكن حمد اكد عليها باش ترجع للمغرب. وهنا مراته غادي تقول لي على ان منين غادي تكون راجعه للمغرب غادي يجيو معاها 2 اشخاص اجانب
وهنا البوليس من سولو احمد على هاد جوج اشخاص قال لهم على انهم اصدقاء ديالنا. ومن بعد ما دازت 4 ايام البوليس في المطار علموا باللي مرات احمد دخلات المغرب، وفعلا كانوا مع جوج اجانب، مرأة وراجل. ومباشرة اعتقلوا مرات احمد وبداو كيحقوا معاها، ولكن حتى هي نكرات وعلى ان هي وراجلها ما عندهم حتى شي علاقة بهذا الشيء. البوليس هنا باش يزيدوا يتأكدوا على ان احمد ومراته ما عندهم حتى علاقة بهذه الجرائم، مشاو كيقلبوا في الحسابات البنكية ديالهم. وهنا فين غادي تكون المفاجأة، حيت غادي يلقاو في الحساب ديال احمد تقريبا 13 مليار، اما مراته لقاو في حسابها 500 مليون. وفسولهم من اين لكم هذا، قال لهم انا حياتي كامله وانا خدام طبيب، والاب ديالي كان تاجر معروف، ومن بعد ما توفى وردت عليه هاد الفلوس ودخلت في العالم ديال التجاره، يعني بالخدمه ديالي باش ولات عندي هاد الثروه هادي. وهاد الفلوس هادي انا اللي خدمت عليها وتعبت عليها حتى كونت هاد الثروه هادي اللي نتوما كتشوفوا. واخا سيدي حتى لهنا مفاهمين، ولكن اللي ما كانش عادي هو ان مؤخرا عرفوا دخلات في حسابه 230 مليون، وهذا المبلغ دخل من حساب فرنسي. ومنين واجهوا بهذا الشيء بدا عاوتاني كيدخل وكيخرج في الهضره، وهنا قال لهم احقا ما حقا كنت داخل في واحد التجاره مع واحد السيد فرنسي. وهنا البوليس قالوا لي على ان التجاره اللي درتي مع هاد السيد ودخلت لك هاد المبالغ شنو النوع ديالها، اولا ورينا شي وثيقه كتدل على انك درتي هاد التجاره ودخلت لك هاد المبالغ كامله، مثلا كتصدر شي حاجه على برا، اولا عندك شي ارض فلاحيه، اولا عندك شي شريك. المهم عطينا اي وثيقه كتدل على هادشي اللي كدير. ولكن هنا احمد ما كانت عنده حتى شي وثيقه من هادشي. السيد تلف وما بقى عارف باش يجاوبهم. وهنا البوليس غادي يخليو احمد وغادي يبداو يضغطوا على مراته، ولكن بقات مصرة على هدرتها. وهنا البوليس غادي يمشيو يقلبوا في الدار ديالهم، وربما يلقاو شي حاجه اللي تعاونهم في هذه القضيه. البوليس الحاجه اللي جاتهم غريبه هو انه واخا رحل التونات مشى سكن في شي فيرما في النواحي تقريبا فحال الفيرما اللي كانت عنده. ومنين دخلوا الفيرما ديالو غادي يلقاو واحد الخنشه كبيره عامره بالحوايج ديال الدراري الصغار ومحطوطه تحت واحد الشجره. فهنا غادي يهزوا هادوك الحوايج وداوهم لانهم كيعتبروا اول دليل ضده. ومن يرجعوا سولوا احمد على هادوك الحوايج قال لهم بانه هو تيشري حوايج قدام وكيجيبهم من مرتو كتصبنهم وكيعاود يعطيهم للوليدات اللي ما عندهمش. ولكن هنا البوليس حسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك، وعرفوا باللي احمد مخبي عليهم شي حاجه وغير كيراوغ فيهم. وواخا الضغط ديال البوليس هو بقى مصر على هدرته، وحتى المحامي ديالو كان مقريه مزيان وكيوريه اشنو يدير، وكان كل مره كيدفع ليه شهاده طبيه على اساس احمد مريض وخاصو يخرج في اقرب وقت. وهاد الوقيته بالضبط البوليس غادي يرجعوا مره اخرى للفيرما ديالو، وهاد المره غادي يقلبوا الدار مزيان. وواحد من البوليس ملي كان كيقلب وسط الدار كيبان ليه واحد الباب اللي هو صغيور تحت الدروج، وهاد الباب ما كانش باين اصلا. ومنين حل داك الباب كيلقى واحد الطواليت اعزكم الله غير صغيوره، وفي الجنب كاينه واحد الخشبه. هنا البوليسي هذيك الخشبه تالت الانتباه ديالو وغي جرها غادي يلقاو واحد الحفره واللي كانت كبيره، وغادي يكتشفوا على ان هاد الحفره كتهبط لاكاف. وهنا كانت الصدمه، منين هبطوا لاكاف غادي يلقاو 3 ديال التلالج كبار. والمصيبه الكبيره هي منين حلوا دوك التلالج غادي يلقاو 3 ديال الجثث ديال الاطفال، وكاين باين عليهم باللي ماشي بزاف باش ماتوا. وهنا البوليس واخيرا ولا عندهم واحد الدليل واللي كانوا كيقلبوا عليه، وتاكدوا باللي هاد السيد احمد ومراته هما اللي ارتكبوا هاد المجزره في حق هاد الاطفال هادو. البوليس هنا غادي يواجهوهم بهادوك الجثث اللي لقاو عندهم في الدار. وهنا مرات احمد غادي تنهار وغادي تعترف باللي هي وراجلها هما اللي قتلوا هاد الوليدات كاملين.
واعترفت ليهم على أن هاد الفيرما جديدة اللي فتاونات مدفونين فيها 9 ديال الضحايا، وحتى هما أطفال، من غير طبعا دوك الجثث اللي لقاو في الثلاجة. وفعلا الشرطة العلمية غادي توجه لعين المكان وغادي يلقاو 9 ديال الجثث كيف ما ذكرات مراتو. والتقرير الطبيب الشرعي كيقول باللي حتى هاد الأطفال دفنوا بدون أعضاء داخلية، وحتى هما السن ديالهم ما كيفوتش 14 عام. وهنا البوليس كيسولوهم وكيضغطوا عليهم من كل جهة، وكيسولوهم كيفاش كديروا تستدرجوا هاد الأطفال بلا ما يغوتوا ولا حتى يديروا شي ردة الفعل، وشكون هما الناس اللي مشاركين معاكم في هاد الجرائم هادي. وهنا البوليس كانوا حذرين وعارفين باللي هما كيتعاملوا مع شبكة كبيرة مختصة في تجارة الأعضاء، وبطبيعة الحال ما غاديش يكون حمد ومراتو اللي مشاركين في هادشي بوحدهم. ومن بعد ضغط كبير حمد ومراتو بداو كيعاودوا البوليس وقالوا لهم واحد المرة كنا مدوزين العطلة ديالنا في فرنسا، وتما فين تلاقينا مع واحد الفرنسيين واقترحوا علينا باش نخدموا معاهم. قالوا لهم كاينين بزاف ديال الناس مرض ومحتاجين الاعضاء، كل شنو محتاج، كاين اللي محتاج للقلب وكاين اللي محتاج للكلاوي وكل شنو، وعلى ان هاد الناس مستعدين يدفعوا مبالغ كبيرة مقابل هاد الاعضاء هادو. ويلا بغيتوا تخدموا معانا وتوفروا لنا هاد الاعضاء اللي بغينا، في المقابل غادي تخلصوا عليها فلوس صحيحة. وداكشي اللي كان اقتنعنا بالفكرة ودخلنا معاهم شركة في هاد الخدمة، خصوصا على ان احمد كان طبيب، فكانت المهمة سهلة باش يستأصل اي عضو بغا من الضحايا. وداك الشي اللي كان غير دخلنا المغرب بدينا كنفكروا كيفاش ننفذوا الخطة ديالنا ونقلبوا على الضحية الأولى. أول ضحية كلفنا السيدة اللي كانت كتخدم عندنا وطمعناها بالفلوس تقريبا 5 ديال المليون إلا جابت لينا ولد صغير. وبطبيعة الحال هاد السيدة هادي حتى هي بلا ضمير في البلاصة وافقات ومشات لواحد الحي شعبي وبقات كدور تما حتى لقات شي دراري كيلعبوا، وهنا غادي تطيح عينيها على واحد الولد وبقات كتهضر معاه على اساس انها كتعرف مو وباه، وعلى انها هي كتجيه من العائله وباه هو اللي مصيفطها عنده. وبهاد الطريقه قدرت تستدرج الدري وتديه للفيرما عند الطبيب اللي هو احمد. وهاد الوليد هذا كان العمر ديالو 10 سنوات. احمد كان مني كيستأصل الاعضاء كيعطيها لهادوك 2 ديال الاجانب اللي دخلوا مع مرتو للمغرب، كيعطيها ليهم وهما كيتكلفوا باش كيخرجوها برا البلاد، وهادشي بطبيعة الحال بطرق غير قانونية. كانوا كل مرة كيخدموا مع مرة جديدة، حيت السيدة اللي كانت معهم في الدار مع الوقت جابت ليهم مرة اخرى، ونفس الحاجة كتكرر. بقاو هكا حتى كونوا شبكة كبيرة وكلهم كيستدرجوا الدراري الصغار وكيجيبوهم الفيرما، وبطبيعة الحال كل وطريقتها. وهادشي مقابل 5 ديال المليون على كل دري ولا بنت. وهاد العائلات مساكن كيبقاو يقلبوا على وليداتهم حتى كيفقدوا الامل. ومن بعد جهد كبير الفرقة الوطنية قدروا يحددوا الهوية ديال بعض ديال الوليدات، وهادشي بطبيعة الحال من بعد ما حققوا مع دوك العيالات اللي كانوا كيسرقوا الوليدات. وهنا من بعد ما حمد ومراته اعترفوا بجميع الجرائم ديالهم وعطاو بعض الاسماء اللي كانوا كيتعاملوا معاهم في فرنسا، هنا غادي يتم التعاون بين السلطات الفرنسية والمغربية باش يعتقلوا هادوك المجرمين في اقرب وقت. اما بالنسبة لحمد ومراته من بعد ما تحول الملف للمحكمة حكم عليهم القاضي بجوج بيهم بالاعدام، وحيت ما كيتنفذش حكم الاعدام في المغرب يعني كيبقاو مسجونين مدى الحياة. وهنا غادي نفتح واحد القوس، خاصكم تعلموا وليداتكم ما يبقى يثقوا في حتى شي واحد وتردوا معاهم البال، وماشي يجي عندهم شي واحد ويقول لهم راني كنعرف باك ولا امك يعني يمشي معاه. كيف ما كان نوع ديال هاد الشخص ما خاصوش يثق فيه ولا يمشي معاه. القضيه ديال اليوم غادي تكون سالات، كنتمنى انكم تخليوا لي الاراء ديالكم في الكومونتير. تسناوني في فيديو جايه. باي باي.